اعتقد لسه الرئيس يعني في انتظاري. ممكن انا الصورة ما زال في انتظاره على ارض المطار، ويعني في استقبال حافل طبعا بالاهل السعودي، لان الاهل السعودي من ضمن الناس اللي هم ليهم تاريخ مشهود في قوته، قوي يعني ملك قوي مش ملك ضعيف او جاي يحكمه بس. لا. يمكن كان بيقال عن ان الملك عبد الله بن عبد العزيز كان طبيعته عاطفيه اكثر في التعامل مع الكثير من القضايا، كان عقلاني، والطبيعه العقلانيه اكثر يعني بتغلب على الملك سلمان بن عبد العزيز. مشاركه يعني يمكن الكثير من الوفود المشاركه بتهدف ربما او هي مشاركه طبيعيه في هذه القمه، ولكن هناك من الدول التي تعتبر كمشاركتها ايقونه في هذه القمه بعد مشاركتها في قمه الاقتصاد، قمه دعم الاقتصاد المصري. طبعا منها الامارات ومنها المملكه العربيه السعوديه. دول طبعا من ضمن الناس اللي بيساندوا مصر وحريصين على مستقبلهم هم، لان مستقبلهم مستقبل مصر. دائما ما بيرتبط امن الخليج العربي بامن مصر والعكس. وبعدين في نفس الوقت احنا بنسين حاجه، احنا اخوال السعوديين، احنا اخوالهم، احنا اخوال. الملك سلمان بن عبد العزيز يعني بيهبط من الطائره وبيستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار شرم الشيخ للمشاركه في القمة العربية السادسة والعشرين، والتي تجمع 14 يعني دولة بمشاركة على مستوى الرؤساء، وأيضا رئاسة الوزراء لبعض الدول التي ربما تمر بظروف سياسية متقلبة. المشهد يعني ربما بينبئ، وهذا ما يأمل فيه المواطن العربي عامة، من توحد وتقارب بين الشعوب العربية وبين القادة. حضرتك يمكن ذكرت في بداية حديثك تجزيء المجزأ وتفتيت وتقسيم المقسم. قد ايه الرؤية اللي عايزين او نحلم بتحقيقها من خلال هذه القمة العربية تكون يعني متناقضة مع ما يأمل فيه الغرب؟ عايز اقول لحضرتك على حاجة، القوة العربية الموحدة دي مش حاجة جديدة. كان في عندنا